السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في كودك. أنا محمد أسامة، وهنبدأ مع بعض بإذن الله رحلة تعلم جانجو باللغة العربية. الكورس اسمه جانجو From Zero to Hero، ونقصد حرفيا الكلام ده From Zero. الكورس ده مخصص للمبتدئين اللي ما عندهمش أي خلفية أو عندهم خلفية بسيطة عن جانجو وعن الويب عموما. هنتكلم مع بعض وهنخوض في تفاصيل كتير على مدار الكورس، بحيث انك تبقى فاهم ازاي الويب بيشتغل، وازاي تعمل اي لوجيك واي فانكشن انت عاوزها تكون موجودة في الويب ابليكيشن بتاعك. هنبدأ الأول من الصورة الكبيرة. هنبدأ الأول نفهم ازاي الانترنت بيشتغل، ازاي الويب بيشتغل. احنا طول اليوم بندخل مواقع مختلفة، بس قليل اللي بيعرف ايه اللي بيحصل ورا الشاشة. وانت كواحد عاوز تبني ويب ابليكيشن او موبايل ابليكيشن بعد كده، لازم تكون فاهم الخطوات والبروسيسنج ده بيحصل ازاي، بحيث ان انت تقدر تستفيد منه وتعمل الوظائف اللي انت عاوزها. الجهاز اللي انت قاعد عليه بيبعت ريكوست لمكان اسمه سيرفر. السيرفر بيستقبل الطلب، بيعالج الكود، بيسحب بيانات، وبعد كده بيرجع بريسبونس للمتصفح من جديد. العملية دي بتحصل في أجزاء من الثانية، ولكن مهم جدا 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 انك تكون فاهمها، علشان ده هيساعدك كتير في انك تبني الوظائف اللي انت محتاجها. في عندنا جزئين من الويب، فرونت اند وباك اند. الفرونت اند ده اللي احنا بنشوفه بعينينا في المتصفح، اللي فيه بقى الالوان والصور والازرار والجداول والقوائم وكل حاجة. بيتعمل غالبا ب HTML و CSS و JavaScript لتقديم الشكل النهائي. في فريمز متطورة اكتر من الكلام ده هنذكرها برضو واحنا مع بعض في الكورس بإذن الله. الباك اند هو ده المخ او اللوجيك، ده العالم اللي ورا الكواليس، وده اللي احنا هنركز عليه بشكل كبير في ديجانجو. بسهولة جدا ممكن الناس تبني فرونت اند، بس مش سهل انك تبني باك اند في كل الوظائف والسكيورتي بتاع الموقع اللي انت عاوزه. ليه اصلا احنا بندرس ديجانجو؟ اولا عشان نفهم، احنا بنتكلم عن لغة بايثون. بايثون دي من اشهر اللغات اللي موجودة في العالم حاليا، سهل جدا تتعلمها، الكود بتاعها سهل وواضح، ومستخدمة في مجالات كتير جدا، اشهرها ال AI وتحليل البيانات والويب. الويب في عندنا اتنين فريم ورك تابعين لبايثون، الفلاسك والجانجو. احنا هنتكلم عن جانجو بإذن الله. جانجو هو من اقوى الفريم وركس اللي موجودة في العالم. ليه بقى؟ لانه جاهز بنسبة كبيرة جدا، في اجزاء كتيرة جدا جاهزة، انت بس بتستدعيها وبتحطها في الوظيفة اللي انت عاوزها. فبالتالي بيخلي الموضوع عندك اسهل وابسط، وممكن تعمل ويب ابليكيشن كامل بصورة سريعة جدا. السكيورتي فيه عالي جدا، ممارسات الأمان موجودة بدون حتى ما انت تفكر. في أدمن بانل جاهزة انت بس بتستخدمها. والكوميونيتي بتاع جانجو كبير جدا، فبسهولة تقدر تتواصل مع الناس وتحل أي مشكلة ممكن تقابلك. في نهاية الكورس ده هتكون قادر بإذن الله انك تبني باك اند كامل مع ربطه مع فرونت اند بإذن الله. هتفهم السياق الكامل للويب، هتقدر تبني مشروع جانجو من الصفر، تربط المشروع ده بقاعدة بيانات، تتعامل مع كل مكونات جانجو، هتستخدم الادمن بانل بتاع جانجو، ونعمل مع بعض مشروع كامل. هتتعلم ازاي تبني البورتفوليو، هتتعلم ازاي تستخدم الاي اي والفايب كودينج علشان يحسن الكود بتاعك ويسهل عليك الشغل. ومع بعض بإذن الله هتبقى رحلتنا فعلا من الزيرو لحد ما نوصل لمرحلة الهيرو، وتبني ويب ابليكيشن كامل، وتفتح لنفسك سبل رزق وشغل جديد بإذن الله. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.